مشاهدينا الكرام، من قلب العاصمة الرباط نأخذكم إلى واحدة من أروع أمسيات مهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث كانت منصة النهضة ليلة أمس مسرحاً لاحتفال فني استثنائي جمع بين الإبداع المغربي الأصيل وسحر الطرب العربي في عرضين موسيقيين مميزين أحيتهما مجموعة الفناير والفنانة اللبنانية ديانا حداد ضمن فعاليات الدورة 20 لهذا الحدث الثقافي البارز. انطلقت الأمسية بتوقيع مغربي خالص، حيث اعتلت فرقة الفناير خشبة منصة النهضة وسط تصفيقات حماسية من جمهور غفير توافد من مختلف ربوع المملكة. وبأداء مفعم بالطاقة والإبداع ألهبت المجموعة الأجواء من خلال تقديم أشهر أغانيها التي تمزج ببراعة بين التراث المغربي وإيقاعات الهيب هوب العصرية، وتفاعل الجمهور بمختلف فئاته العمرية مع كلمات الأغاني وحركات الإيقاع في مشهد جسد عمق الارتباط الوجداني الذي يجمع بين الفناير ومحبيها منذ انطلاق مسيرتها الفنية سنة 2001. وفي لحظة مترقبة صعدت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد إلى المسرح بإطلالة أنيقة زادها القفطان المغربي جمالاً لتأسر القلوب بصوتها العذب وأدائها الراقي. وقدمت حداد باقة من أنجح أغانيها التي طبعت الذاكرة الفنية لجيل التسعينات، من بينها أمانيه، ماس ولولي، ساكن، ويعيبو، وسط تفاعل استثنائي من الجمهور الذي شاركها الغناء والفرح حتى آخر لحظة. وفي كلمة مؤثرة ألقتها على المسرح عبرت ديانا حداد عن سعادتها الكبيرة بالغناء في المغرب، وأشادت بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها من المنظمين والجمهور، مؤكدة أن مشاركتها في مهرجان موازين تمثل لحظة فنية خاصة في مشوارها الطويل. وفي لقاء خاص مع نشرتنا صرح الفنان الغيني أنستي كرايزي أن مهرجان موازين يعد واجهة ثقافية عالمية تفتح أبواب المغرب أمام الفنانين من مختلف القارات، مشيداً بالتنوع الفني الذي يميز هذه الدورة. وكشفوا عن مشاريعه المستقبلية، حيث يستعد لجولة فنية بفرنسا تتوج بإصدار ألبومه الجديد بداية سنة 2026. وتتواصل فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم إلى غاية 28 من يونيو الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تتحول الرباط وسلة إلى مسرح مفتوح للفن والثقافة في احتفال عالمي يجمع بين النجوم العرب والدوليين، ويؤكد مكانة المغرب كوجهة فنية رائدة وملتقى حضاري متميز. مهرجان موازين الذي انطلق عام 2001 بات اليوم ثاني أكبر تظاهرة موسيقية في العالم، حيث يستقطب أكثر من 1,000,000 متفرج سنوياً، ويكرس صورة المغرب كبلد منفتح يحتضن الإبداع ويحتفي بالاختلاف.